السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل رز حبة وحبة، رز الزمن الجميل، طعم وريحة مفيش احسن من كده. تعالوا نعمل الرز. معايا هنا 3 كوبايات الا ربع رز، ومعايا معلقتين سمنة وشوية زيت وملح وفصين مستكة، وطبعا معايا 3 كوبايات مية سخنة من الكاتل او مسخناها في اي حاجة. تعالوا نشوف هنعمل ايه. اولا الكوباية الا ربع دي هي اللي انا هحمرها يعني مش هتتغسل، علشان الرز اللي بحمره لما بيتغسل ما بيتحمرش معايا بسرعة وبياخد وقت في التحمير، لكن لما كوباية الرز ما بتتغسلش بتتحمر معايا بسرعة. الكوبايتين التانيين انا بشطفهم عادي وبصفيهم من المية بتاعتهم. دلوقتي نزلت بفصين المستكة وهنزل عليهم بمعلقتين السمنة وشوية الزيت ويسخنوا شوية على بال فص المستكة ما يسيح معايا، وبعد كده بنزل بكوباية الا ربع رز. ممكن انت تعمليها كوبايه كامله على حسب امكانياتك، انت هتحطي قد ايه رز. انا بحب الرز المتحمر يكون كتير معايا شويه، بس في الوسط يعني مش مبالغ فيه قوي. يعني لو حطيت الكوبايه كامله الرز معايا هيبقى كله محمر، لا انا عايزه الوسط. يعني بحط 2 بيض وكوبايه الا ربع اللي انا بحمرها. هتشوفوا معايا هي اتحمرت بسرعه ازاي. طبعا فصين المستكة صحوا معايا، بيدوا يعني تيست عالي جدا للرز. بصراحة جربيه مش هتندمي. زي ما انتوا شايفين الرز بيتحمر معايا بسرعة جدا. وبعدين رز الشركات بيكون نضيف ومش محتاج غسيل. في ناس اساسا بيحطوا الكيس على طول في الحلة، فانا بحب اخده شطفة على السريع. وكمان انا مش بنقع الرز، انا بغسله وبعد كده بحطه. اول ما الرز يتحمر معايا زي ما انتوا شايفين، انا عايزاه يتحمر معايا زي تحميرة اللسان عصفور، يعني غمقيه شوية ما تخلوش فايته، عشان يبان معايا الرزة ورزة او الحبة وحبة. في الوقت ده انا كنت شطفت كوبايتين الرز وخلاص ابتديت اخش للون اللي انا عايزاه، ونزلت ببقية الرز هنزله كله. وفي الوقت ده هبتدي طبعا املح الرز. كوباية الرز بحط لها، عارفين معلقة الشاي، بحط ربعها ملح. وبعدين بحط الملح وانا بشوح الرز كويس على النار علشان يفلفل معايا. كمان الرز بيساعدني ان الرز تفلفل كمان معايا. هقلب الرز كويس علشان يتشرب كله من بعضه. هكون طبعا في الوقت ده بسخن المية او بسخن الكتل عشان هبتدي انزل بمية سخنة. اوعي تنزلي بمية من الحنفية عشان هتبوظي الرز وتعجنيه. لازم طالما الرزاية سخنت معايا هبتدي احط المية بتاعتي ولازم تكون بتغلي. وخلي بالك من البخار علشان بيكون جامد شوية. هنزل بالمية بتاعتي حوالي ال3 كوبايات رز دول انا حطيت لهم 3 كوبايات مية وشوية كمان، يعني بتكون تقديري كده عقلة ونص من الصباع فوق الرز. هيبتدي يغلي معايا كويس وهيبتدي يتشرب معايا حلو. واول ما يتشرب معايا يعني الرز هيبتدي يبان، هبتدي اوطي على الرز ويستوي براحته خالص. طبعا انا معرفش هو خد قد ايه، على حسب ما خد على حسب الرز ما استوى معايا. زي ما انتوا شايفين بقلبه طول ما في ميه، قلبي زي ما انت عايزه في الرز، لكن طالما تشرب ما تحطيش ايدك في الرز تاني خالص علشان ما يبص منك الرز ويعجن. كنت وطيت على الرز وسبته يستوي براحته خالص، وبعد حوالي 15 دقيقة من سوى الرز على النار هبتدي اقلبه وارجع اغطيه تاني ويكمل السوا بتاعه. وزي ما انتوا شايفين الرز معايا استوى ومفلفل ومفيش بصراحة احسن من كده. والريحة بتاعته تحفة، وطعم ولون وريحة جايبة لاخر العمارة. مش قادرة اوصفلك بصراحة، الرز ده فعلا مميز غير الرز العادي، غير الرز اللي بشعرية، ريحته فواحة. يلا هنبتدي نغرف الرز بتاعنا في قالب في الطبق على طول اللي انت عايزاه اغرفي فيه، وكلي احلى رز حبة وحبة. وجربي طريقتي ان انت ما تغسلهوش هيحمر معاكي بسرعة. وكمان عايزه اقولك لو مش عايزه تسقيه بالميه ممكن تسقيه بالشوربه، بس انا بالنسبه لي مش محتاج شوربه خالص لان لوحده يتاكل من غير اي حاجه. وكمان فصين المستكه مع السمنه البلدي علوا معايا تيست الرز وخلوه تحفه. جربوا الطريقه دي، احلى رز بصراحه. هتشوفوا في اخر الفيديو ازاي الرز حبة وحبة وهو كمان مفلفل تاكل وهو سخن. بصراحة ريحة تحفة والطعم يجنن ولون كمان تحفة. اللي مشترك في القناة يعمل لايك، وما تنسوش تدعموني وتفعلوا الجرس وتستنوني في فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.